بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في سنن ما قبل الفجر، ما زلنا في القسم الأول وهو عند الاستيقاظ من النوم. وذكر حفظه الله تعالى أو مر معنا 7 مما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى، ثم قال الوضوء. قبل ذلك تحفظ هذه، في الغد إن شاء الله نسأل عن السنن التي مرت معنا، نسأل عن السنن التي مرت معنا، فتحفظ هذه السنن لأجل أن تثبت في ذهن الطالب، وكذلك لأجل أن نعمل بها. اعمل السنة ولو لمرة واحدة، والأفضل المداومة على العمل، الأفضل المداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة دخل عليها ذات يوم عند امرأة فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. قال: مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. جاء في حديث آخر قال: أحب الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. قال: 8 الوضوء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إلى قربة معلقة فتوضأ منها. حديث ابن عباس المتقدم معنا عندما نام عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى قربة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام إلى الصلاة. قال: وعند الوضوء تقفوا، أي نقفوا. قال: وعند الوضوء نقف وقفة نبين فيها سننا في الوضوء على وجه الاختصار والعد لا على وجه التفصيل، وإنما أذكر بها إتماما للسنن. أنه ذكر الوضوء سوف يذكر السنن المتعلقة بالوضوء، قال: من سنن الوضوء السواك، وذلك قبل البدء بالوضوء أو قبل المضمضة، وهذا هو الموضع الثاني الذي يسن فيه السواك. وتقدم الموضع الأول. ما هو الموضع الأول الذي يسن فيه السواك الذي تقدم؟ متى؟ عند السواك، هذا الموضع الثاني. تقدم معنا موضع أول يسن السواك متى؟ عند الاستيقاظ من النوم، ومر معنا تنبيه في بداية هذا الكتاب أن السنن لا تخص فقط الرجال، بل الأصل أنه للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على الخصوصية. فالسواك أيضا سنة للنساء، وقلنا أنه الأصل أن المخاطب بالأوامر واجبات أو مستحبات، والنواهي محرمات أو مكروهات،
أن يدخل فيها النساء والرجال إلا ما خص الدليل. فيعني هذه السنن التي ستمر معنا يعني تشمل الرجال والنساء إلا ما خص الدليل، سوف ينبه عليه. قال: وهذا هو الموضوع الثاني قبل البدء بالوضوء، إذا أردت أن تتوضأ تسوق بالمسواك، فهذه من السنة. قال: وهذا هو الموضع الثاني الذي يسن فيه السواك، وتقدم الموضع الأول عند الاستيقاظ من النوم. قال: فيسن لمن أراد الوضوء أن يستاك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي عند كل وضوء. قال: ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. إذن فالسواك سنة قبل الوضوء. قال: التسمية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث ضعيف، ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن القطان والإمام أحمد وابن القطان رضي الله عنهم، والإمام أحمد رحمه الله، وقال: لا يثبت في هذا الباب شيء. قال: وله شواهد عن جمع من الصحابة، وكل هذه الشواهد فيها ضعف. وذهب جماعة من العلماء رضي الله عنهم إلى أن الحديث بمجموع الطرق يرتقي إلى درجة الحسن. قال ابن حجر رحمه الله: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، أي التسمية قبل الوضوء. قال: وإن احتج بالحديث فإنه يحمل على الاستحباب. يحتج بالحديث لا وضوء نفى، فهذا يدل على أن التسمية واجبة، لكن الحديث ضعيف. وقال ابن حجر: وإن احتج قال المؤلف حفظه الله، قال: وإن احتج بالحديث فإنه يحمل على الاستحباب، وهو قول جمهور العلماء رضي الله عنهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بمجموع طرقه حسنه غير واحد من أهل العلم. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء لأجل ضعف هذا الحديث، فلا خلاف بين العلماء في أن الحديث ضعيف، لكن بعض العلماء قالوا بمجموع طرقه يكون حسنا، له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن. والصواب أنه لم يثبت، فالتسمية قبل الوضوء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ بقول بعض العلماء أن التسمية مستحبة فلا بأس عليه. العلامة ابن عثيمين وابن باز يرون أن التسمية مستحبة عند الوضوء، أي قبل أن تتوضأ تقول بسم الله فقط، ليس بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. وذهب وهو كما ذكر المؤلف هنا قول جمهور العلماء على الاستحباب، وذهب غير واحد من أهل العلم أنها ليست بمستحبة، وأما الحديث فهو ضعيف لا يصح. قال: غسل الكفين ثلاثا سنن الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. والصارف عن الوجوب قوله تعالى، يعني الوجوب إلى 3: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، حيث لم يذكر غسل
الكفين. غسل الكفين، هذا الكف إلى الرسغ، إلى الرسغ، هذا هو الكف الذي يكون فيه الأصابع، كف اليد الذي يكون فيه الأصابع، هذا مستحب، هذا مستحب. لهذا حديث عثمان ولغيره من الأحاديث: فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، 3 مرات، قبل أن تشرع، يعني أول ما تشرع في الوضوء تغسل كفيك، تغسل كفيك. وقلنا هذا مستحب لأن الله عز وجل لم يذكره في الآية في صفة الوضوء. الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يأتي أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل الكفين، إنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام. أما يعني المضمضة والاستنشاق فقد جاء يعني الأمر بهما: توضأ، إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يتوضأ فليستنشق 3 فليستنثر 3. قال: التيامن في غسل اليدين والقدمين، أي البدء باليمين، البدء باليمين في اليد اليمنى والرجل اليمنى. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله. تنعله لبس النعل، يلبس أول ما يلبس اليمنى، هذا أيضا من السنن سيأتي. قال: وترجله أي تمشيط شعره، يبدأ بالشق الأيمن ثم يرجع إلى الشق الأيسر. وطهوره، وهذا هو الشاهد، أي في الوضوء، وكذلك حتى في الغسل. قال: وفي شأنه كله. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في استحباب البداءة باليمنى، أي في الوضوء أن تبدأ في اليدين وفي الرجلين، في اليدين باليد اليمنى، في الرجلين باليد أو بالرجل اليمنى، رجل اليمنى. قال: 5: البداءة بالمضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر، فمضمض واستنثر، يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنثر. ثم غسل وجهه 3 مرات، فإن أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز. فإن أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز. أول المعروف بصفة الوضوء: تغسل كفيك ثم تمضمض وتستنشق. أن المضمضة والاستنشاق الصحيح أنهما واجبان من واجبات الوضوء، وهذا مستحب أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق. وأما مثلا إذا نسيت وغسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت فهذا جائز، هذا يجوز، لكن المستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، على غسل الوجه، لأن الله عز وجل قال: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ذكر أول شيء غسل الوجه، ذكر أول شيء غسل الوجه، لكن جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول شيء يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.